السلام عليكم اعزائي التشاوي الجمال، رجعت لكم بحلقه جديده من برنامج الكوره مع التشاوي. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش باللايك والشير وسبسكرايب وتوحد الله وتصلي على النبي، مش التحدي بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد اول باول، ونوصل بالفيديو ده لكام لاكبر عدد من اللايكات. وما تنسانيش في الكومنتات، وما تنساش التفاعل على الفيديو لان ده شيء بيحمسني جدا. هنتكلم النهارده على القمه بكره يوم الثلاث مساء الساعه 9:30. ماتش قوي جدا، هيبقى ماتش له حسابات تانية بعيدا جدا عن الدوري. الاهلي داخل المباراه دي بدافع الفوز، لا بديل على الفوز. ليه؟ لان الاهلي لو اتعادل في الماتش ده او خسر الماتش ده فهو بالتالي هيبقى خسر الدوري. الزمالك داخل مفيش حاجه ابكي عليها، اعمل ماتش هكسب المباراه ديت، لازم اكسبها عشان ما بعدش جدا عن المنافسه. حتى لو مش هاخد الاول او الثاني، ما بعدش عن الثالث عشان يخش دوري ابطال السنه الجايه. فالفرقتين عندهم دافع كبير قوي اللي هم يفوزوا بالمباراه ديت. بس الدافع الاكبر لمين؟ للنادي الاهلي. لسبب ايه؟ لسبب اللي هو بينافس على البطوله، ولو خسر الماتش ده فهو يعني بنسبه 75% خسر بطوله الدوري. فالاهلي هيخش، سيبك بقى من كل اللي حصل الماتش اللي فات، هيخش قاتل يا مقتول. ما عنديش بديل للفوز، ولا بديل للاهلي الا للفوز. وانا بقولها لك اهوت، لا بديل للاهلي الا بالفوز يا صديقي، ولا تعادل ولا هزيمه، ما ينفعش. الاهلي لو تعادل خسر بطوله الدوري. الزمالك خلاص المنافسه خلصت، بس هيبقى عنده دافع اللي هو مش عايز يخسر ماتش زي دوت. سريعا المستبعدين عن مباراه الاهلي والزمالك. اول واحد من حيث جانب النادي الزمالك مصطفى شلبي، اللي جماهير الاهلي جماهير الزمالك بتشكره اللي هو هيغيب المباراه دي، وجماهير الاهلي زعلانه طبعا لان لاعب كان مكسب كبير قوي للنادي الاهلي. هتقول لي انت مكسب النادي الاهلي، اقول لك مصطفى شلبي بينزل الملعب تحس انه بيلعب مع الاهلي مش مع الزمالك. فمصطفى شلبي غايب عن مباراه القمه. طب ليه غايب عن مباراه القمه؟ لان في الماتش اللي فات بتاع مودرن سبورت اعترض والمدرب بيخرجه، وتوقع عليه غرامه ماليه، وكمان غيابه عن مباراه القمه. مين اللي عمل كل ده؟ بيسيرو. ليه؟ لان اللاعب اعترض على قرار تبديله في ماتش مودرن سبورت. طب جمهور الزمالك بيقول ايه؟ بيقول كفايه علينا كده، ارحل بقى، كفايه كفايه. يعني فاهم؟ ابص اي حاجه عندك امشي، كفايه علينا قوي كده. اصلا انا بالنسبه لي مصطفى شلبي مش لعيبه كواليتي اهلي وزمالك او زمالك بالذات. اللاعب واقع خالص، اللاعب ما عندوش كوره حرفيا يقدمها. انا فاكر الماتش اللي فات عبد الله سعيد اداله كوره دوا قدام الجون، كان نايم تقريبا، صحي لقى نفسه قدام الجون ما عرفش يتصرف. فبالنسبه لي الجماهير، كل جماهير الزمالك بتقول له كفايه علينا كده، امشي. بس بعديها على طول، وهو ده النهارده الصبح، نزل على ستوري بيقول فيها انا اسف لكل اللي انا عملته، وفعلا كان لازم اعتذر عشان انا عملته ده غلط. فمضمون الرساله اللي هو بيعتذر للجماهير وبيعتذر لبيسيرو على اللي حصل منه في مباراه مودرن سبورت والتبديل بتاعه. كمان في استبعاد لاحمد الجفالي او غياب احمد الجفالي بسبب الاصابه، وبرضه غياب محمود جهاد مع الجفالي. ليه غايب؟ لانه اتصاب في المباراه اللي فاتت تقريبا او اللي قبل اللي فاتت، ممكن اللي فاتت مش فاكر يعني. فهو هيجيب عن مباراه اللي جايه. فيعني الدنيا خربانه معاهم من كله. ودي كانت غيابات نادي الزمالك. وكمان بقى المسلوسي كل دول المصابين دول كده كده مش هيلعبوا، انما اللي كانوا محتملين يلعبوا هم الثلاثه دول. نيجي لغيابات النادي الاهلي، وهو غياب عمر الساعي وغياب بس ليه عمر الساعي بالتحديد؟ لان كولر مش مقتنع بيه اللي هو يلعب في ماتش ده، او هو مش مقتنع بيه عامه. ساعه ما جه هو كولر مش مقتنع بيه. وغياب الاسطوره الغالده البومبر المصري خالد عبد الفتاح، والحمد لله اللي هو غايب. الحمد لله، يعني انا ابوس ايدي شعر ودقن اللي هو مش هيبقى موجود معانا في مباراه الزمالك، عشان ما ينزلش خالص حتى لو بديل مش عايزينه. فدي يعني دي من الحاجات اللي ممكن انا اكون مبسوط منها، اللي هو اللاعب ده مش هيبقى موجود معانا الحمد لله. وكمان استبعاد قفشه وياسر ابراهيم ويحيى عطيه الله وعلي علولو عن مباراه القمه بسبب عدم الجاهزيه. طبعا علي معلول وطاهر وكمان طاهر معاه
طبعا في شد في العضله الخلفيه بعد ما رجعوا من الاصابه، فدول انما قفشه وياسر ابراهيم ويحيى عطيه الله بسبب عدم الجاهزيه. فدول غيابات نادي الزمالك. خمسه الجماهير، خمسه الغيابات عن مباراه، لا مش خمسه، ده خمسه بس هنا وهنا. ادي 7 لعيبه غايبين عن مباراه نادي الاهلي والزمالك من النادي الاهلي، وثلاثه من نادي الزمالك، وفي 2 الحمد لله. جمهور الاهلي هنا بيشكر وجمهور الزمالك هنا بيشكر، خالد عبد الفتاح ومصطفى شلبي. الجمهورين بيشكروا اللي هم الاثنين دول مش هيبقوا موجودين في المباراه من وجهه نظرنا يعني. مباراه الاهلي والزمالك هل سيكون فيها طاقم تحكيمي اجنبي ولا مصري؟ هنا النقطه المصيريه اللي هتحدد ايا المباراه فيها مشاكل كتيره ولا ما فيهاش مشاكل او فيها مشاكل قليله. المباراه كان بتاعه النادي الاهلي اللي هي اللي فاتت كان فيها حكم اجنبي، ده بناء على طلب ايه؟ على طلب النادي الاهلي. اتحاد الكوره قال له هتتكلف $45,000، النادي الاهلي قال له $45,000. الموضوع خلصان، ما يعني ما ايه. فدلوقتي المباراه في ارض نادي الزمالك، فالزمالك طلب حكم اجنبي، فاتحاد الكوره قال لهم ايه؟ عايزين $45,000 عشان سعر الحكم الاجنبي. قال له احنا مش معانا سيوله. راح للنادي الاهلي قال له انا عايز حكم اجنبي ومش في حكم اجنبي ومش عارف ايه، والزمالك معهوش فلوس. قال له يا باشا انا الماتش بتاعي جبت حكم اجنبي و100 فل و14 والدنيا كانت ماشيه معايا، ما تجيش تشيلني ماتش الزمالك كمان. وكمان الاهلي طلب انا زي ما جبت حكم اجنبي في المباراه اللي فاتت انا عايز حكم اجنبي في المباراه ديت. ده طبعا حقنا او حق النادي الاهلي. ليه حق النادي الاهلي؟ لان هو جاب حكم اجنبي ودفع فيه $45,000، يعني 4 مليون دولار، 4 مليون جنيه. فهل انت كنادي الزمالك معكش 4 مليون جنيه تجدد للعيبه ديت؟ اكيد مع تعمل الحكم دوت اكيد معاك. فما اعرفش ليه بقى مش عايز يدفع. طب دلوقتي خلاص مباراه القمه بنسبه 75% حكم مصري وبنسبه 25% حكم اجنبي، بس الاقرب هو حكم مصري، وده اللي احنا شايفينه. حكم مصري هيدير القمه، وكمان مش حكم دولي، ده خدها مني يعني. الحكام الدوليه مش عارف في معسكر كده فين في بره مصر، فالحكم اللي هيبقى موجود حكم مش دولي حتى، يعني حتى مش اجنبي، لا ده مش دولي عشان الدنيا تخرب خالص. يلا هي الدنيا يعني هيبقى ماتش في الزلافه. فتوقعاتنا سريعا للخطط او التشكيلات اللي هيلعبوا بيها التشكيلتين او الفرقتين في مباراه القمه. اولا هنبدا بالنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بقى عنده عسر ويسر ومسر يعني كل حاجه في التشكيل. هنبدا من وجهه نظري الشخصيه مصطفى شوبير. في ناس تتفق معايا وفي ناس مش تتفق معايا. انا يا عم انا عايز اجرب مصطفى شوبير، يا عم انا حر، انا عايز اشوف مصطفى شوبير في الماتش. هتقول لي كده كده الشناوي هيقف، انا عايز اشوف شوبير يا عم. قدامه 2، اشرف داري ورامي ربيعه، او ممكن العش، بس في الغالب يبقى رامي ربيعه يعني. على الجناح، او انا اتمنى رامي ربيعه طبعا. على اليمين محمد هاني، على الشمال كريم الدبيس. وعشان خاطرنا، عشان خاطر المصريين كلهم، بلاش الفزلكه وتلعب لي اكرم توفيق يمين وكوكا شمال، عشان احنا اتخنقنا مش هنوصل لماتش كمان نتعادل فيه، يعني هي الدنيا خربانه. نطلع قدامهم ب2، مروان وجنبه رضا، احمد رضا، لاعب جميل، لاعب كورته جميله جدا، لاعب يستاهل يلعب في مكان زي ده. قدامهم امام عاشور. امام عاشور اللي الماتش اللي فات قدم مستوى رهيب رهيب مع النادي الاهلي. على الشمال بن شرقي، بعد ما خلاص الدكتور قال في الماتش اللي فات اللي هو يقدر يلعب 90 دقيقه كاملين. طب على اليمين تحنيكه مني شويه، جراديشار، قطعا وعلى الاطلاق جراديشار. هتقول لي ليه جراديشار؟ ليه مش محمد عبد الله؟ ليه مش الشحات؟ ليه مش كل دول؟ هقول لك الشحات حلو بس حاطط ارضي بقاله فتره. محمد عبد الله لما جربناه في الماتش اللي فات كان حاطط ارضي، او مش حاطط ارضي بس الماتش كبير عليه. جراديشار بيعرف يضغط، بيعرف يحجز على الكوره، بيعمل عرضيات دواء، عليا النعمه دواء.
فبالنسبه لي الاسلم اللي هو يلعب على الجناح اليمين جراديشار، لان جراديشار هيلعب على الجناح اليمين وينزل مهاجم تاني ويطلع وهيظبط الدنيا. قدام الماكينه التهديفيه اللي بقى لها فتره تقريبا الكهرباء كانت طافيه، بس باذن الله تشتغل في ماتش الزمالك، وهو وسام ابو علي. ودي التشكيله المتوقعه بالنسبه لنا واللي اتمنى اشوفها في مباراه القمه غدا الساعه 9:30. طب تشكيله نادي الزمالك هنعمل فيها ايه؟ خد عندك. طبعا بيسيرو مش هيتنازل على الخطه، هيلعب بين خطه 3-4-3 قطعا وعلى الاطلاق. طب مين الحارس؟ الماتش اللي فات خلينا يعني او خلاني انا بالذات يبقى عندي شكوك في الحارس. عواد المواقف في ماتش الزمالك والاهلي او اي ماتش بيقف وبيأدي حلو قوي. محمد صبحي الماتش اللي فات عمل لقاء عالمي جهنمي استراتيجي، يعني كل ما ممكن تقوله انا بقول لك اهو. فاتمنى اللي محمد صبحي لو هيركز نفس التركيز اللي ركزه الماتش اللي فات ده هو اللي يلعب، هيفرق مع الزمالك جامد قوي. الواد عمل لقاء يا جدعان اقسم بالله عالمي فوق ما تتخيل. نخش الثلاثه اللي قدام الحارس، وهم حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، الوجه، الثلاثه اللي لا خلاف عليهم مش هيتغيروا. واتمنى يعني لحسام عبد المجيد يكون راجع من الاصابه يعني. هنلعب قدامهم باربعه وهم عبد الله السعيد، واتمنى كنت اشوف محمود جهاد بس هو مش موجود، فطبعا هتلاقي دونجا قطعا وعلى الاطلاق، هتلاقي دونجا لا محاله، مش هيلعب هو ناصر ماهر. وطبعا كنت اتمنى اشوف احمد حمدي بس هو لسه ما رجعش، هيرجع اخر الشهر ده باذن الله. فدونجا وعبد الله السعيد، وممكن محمد شحاته. انا نسيت محمد شحاته. هتقول لي انت نفسك في ايه؟ هقول لك انا نفسي عبد الله السعيد ومحمد شحاته، الاثنين بيعملوا ثنائي مع بعض كويس. محمد شحاته بيدافع، عبد الله السعيد بيطلع. العكس صحيح، عبد الله السعيد بيرجع بتاع محمد شحاته طلع. دونجا تحس ان هو تايه في الملعب مش عارف راح فين. هطلع انا، طب يلا نطلع مع بعض او هنرجع لا خليها محمد شحاته، انا نفسي محمد شحاته. بعديها اثنين عمر جابر الجوهره، اللاعب اللي بيلعب برجوله جامده جدا على الشمال، محمود بن تايج على اليمين. خلاص معروفه مش محتاج حاجه يعني. لا محمود بن تايج هو اللي على الشمال، معلش انا اسف، محمود بن تايج على الشمال. هنطلع قدامهم اتنين من هم؟ زيزو اللي ما فيش غلاف عليه، اللمه الثانيه ما تعرفش هتلعب مين، ده بامانه يعني. وانا افكر ان ممكن تلاقي مفاجاه بكره. ومين اللي هيلعب؟ هتلاقي عبد الله السعيد قدام وناصر ماهر ورا، او العكس، ناصر ماهر قدام وعبد الله السعيد ورا، لان احمد الجفالي مصاب ومصطفى شلبي الحمد لله مش هيلعب الماتش. فممكن تلاقي بقى واحد من الاثنين دول، يا ناصر ماهر يا عبد الله السعيد، الاثنين هيعملوا سويتش مع بعض. قدامهم سيف الدين الجزيري، لان بنسبه 80% ناصر ماهر مش هيبقى في اللقاء، وده حاجه يعني ايه مديه امال للنادي الاهلي شويه. يعني طبعا في مقوله منتشره الفتره اللي فاتت ان الاهلي بيجيب لعيبه بمليارات وناصر ماهر ينزل يبوظ كل اللي بيحصل ده، فالحمد لله ناصر ماهر مش هيبقى موجود. دي التشكيلتين اللي احنا قلنا اللي هم هيبقوا موجودين في المباراه. هتشوف مباراه جامده جدا، مباراه الفرقتين نازلين مش خايفين، بيلعبوا ما فيهمش يعني ما فيش حل ليهم غير الفوز. الفرقتين الزمالك مش هيخسر حاجه، والاهلي لو خسر الماتش ده يخسر الدوري، فالاثنين ليهم دفع جامد قوي. فانا انا بقول لك هنشوف مباراه جامده جدا. قول لي توقعاتك للمباراه، مين اللي هيفوز وهيفوز بنتيجه كام؟ مستني كومنتاتكم، مستني ارائكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. طبعا ما قلناش نقط الضعف، لان نقط الضعف معروفه، اتكلمنا فيها الفيديو اللي فات، هي نفسها فما اختلفتش كتير. واتمنى الاهلي يركز في العرضيات، لان عرضهم العرضيات يعني بتعدي بطريقه متخلفه عقليا، فاتمنى يركزوا في الماتش ده. قول لي رايك في الفيديو، اتمنى يكون عجبك. ما تنسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب بتاعت اللي وصلنا لنا مش تحدي بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه. وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك جديد من اول باول. اليوتيوب بيقول لي الفيديو ده هيعجبك، هنا قناتين بتوعي، قناه الجيمنج بنقدم فيها عظمه حرفيا، خش اتفرج وقول لي رايك فيها، وسلام.